بسم الله والسلام على رسول الله. خواتاتي كي راكم دايرين لاباس؟ خواتي كما كنت تشاهدوا في الفيديو راني داير لكم طاجين جزائري من التراث والمطبخ الجزائري. هذا الطاجين عبارة عن طاجين دار عمي. خواتي جربوه غادي يهبلكم في البنة والتحضير تاعه ليه بالخبط خدميه. هنايا خواتاتي حطيت الطاجين يحمى، زدت عليه مغرب تاع السمن وزدت عليه 3 مغارف تاع الزيت. هنايا رانا كيما كتشوفي راني ندوب في هذيك المغرب تاع السمن، هنا ندوب فيها مليح حتى ما تبقى حتى والو، ونزيد عليها هذيك الكميه تاع البصله اللي كنت رابيتها ديجا. هنايا نحركو نقابلوه مليح ونحركو باش ما تلصقليش البصله في الطاجين. هنايا غادي اخواتي نزيدو شويه سكينجبير وشويه فلفل اسود كيما كتلاحظي اختي في الفيديو ديري، ما تكتري ما تقللي. هنا نحركو نوقفو عليه نحركوه مليح مليح ونزيدو واحد 2 حبات تاع طوماطيس، ماهم كبار ماهم صغار، نرابيهم ونحطهم في الطاجين ونقعد نحركو. هنايا وقفي على طاجينك حتى تكمليه، حركيه مليح مليح. وهنايا زيدي واحد نص ملعقه تاع طماطم مصبره وتبدي تحركي. هنا غادي كاع هذه الطوماطيس تطلق الماء، البصله تطلق الماء، غادي كلشي يطلق الماء هنايا وتقعدي تقلي مليح مليح. هنا اختي نسيت الملح، ما درتش من البدايه راني زدته، تحركي مليح مليح. وهنا غادي تروحي تجيبي الحمص اللي كنتي ديجا طيبتيه، نزيدوه لهذا الطاجين ومن بعد نمرقوه بالماء الساخن. هنايا تمرقي ماشي بزاف، واحد كاس على حساب الطاجين تاعك، ما تقيديش بهذا الطاجين ولا، مهم ديري الطاجين اللي يعجبك. هنايا راني بلعت عليه ونروح نخدم الكبته تاع سبيعات بالكبته. هنا عندي واحد المقدار تاع كبته، انا هنا استعملت الرطل، درت انا على حساب الطاجين تاعي كبير درت الرطل، انتيا ديري شويه على حساب مقدورك. درت واحد الرطل تاع كبته، سنينه توم واحد 3 ولا كبار، شويه سكينجبير، شويه حب الكحله، شويه تاع معدنوس لا شابلور، زدت حبه البيض ومن بعد ما كفاتني زدت الحبه الزاوجه. وهنا كما كتشوفي راني نشكل في هادو السبيعات اللي غادي نرمدهم ونقليهم في الزيت، غادي تشوفي في الفيديو. هنا يا اختي نروح نحكي لك على هذا الطاجين، علاه سموه طاجين دار عمي. هذا الاولى قلت لكم هذا من المطبخ الجزائري، راني جربته والله لا يستاهل التجربه. هذا الطاجين واحد البنت كانت تروح بزاف لدار عمها كيما انا كنت نروح بزاف لدار عمي، كانت تروح بزاف يحطوا لها هذا الطبق تاع الطاجين تاع دار عمي، ديما يحطوه لها يعجبها تاكله. واحد النهارتينا جاو عندهم ضياف، هذيك الام كاع الاطباق دارتهم لهم، الا هذا الطبق قعدت تخمم شاندير شاندير. قالت لها هذيك البنت يا امي راه كاين واحد الطاجين كانوا يديروه لنا دار عمي، علاه ما نجربوش؟ قالت لها يلا روحي نجربوه. جرباته وحطته لهذوك الضياف اللي جايين من البعيد يعني براويه، عجبهم هذاك الطاجين وقالوا لا هذا الطاجين شباب كي سموه. اعطينا الوصفه، عطاتهم الوصفه قالت لهم كيما جات بالتسميه، قالوا لها وهذا الطاجين كي سموه. هي قالت ساكته تخمم حتى بنتها نطقت، قالت لهم هذا الطاجين يسموه طاجين دار عمي. من هذاك النهار ولوا يسموه طاجين دار عمي. هذا الطاجين اخواتي يستاهل التجربه، بنين والله ولا اروع.